ومرحبا بكم الناس الكل. رمضانكم مبروك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة وتصوموه بالصحة والعافية يا رب. وصفتنا الأول نهار في رمضان هي طاجين اللحم مفروم، ساهل في ساعة يحضر وخاصة بنين برشا، وما شاء الله جاي عالي ومرتوب يعمل الكيف. الطريقة سهلة، تبعوها معايا للآخر. خليت لكم المقادير وطريقة التحضير مكتوبين في صندوق الوصف تحت الفيديو. نبداو على بركة الله بطريقة تطيب اللحم المفروم. في مقلة حطيت الزيت متاعي ونص بصلة مقصوصة جويدة وخليتها تتقلى بالباهي. زدت كمية اللحم المفروم وخليته يتقلى مع البصل. من بعد فوحته، حطيت ملح، فلفل أكحل وكركم. خلطته مليح وخليته يشرب الفاح. زدت زوز فصوص ثوم مفرومين وتابلو كروية. بعديك زدت شوية ماء سخون وخليته يطيب لمدة 10 دقائق تقريبا. كيف يطيب نضيف شوية معدنوس مقصوص باش يتذبل مع اللحم ونخليه لمدة 3 دقائق تقريبا. اللحم المفروم أحضر، حطيته في صحفة. من بعد نضيف كعبتين بطاطا متوسطين مقليين على شكل مكعبات، زوز عظم مسموطين رابيتهم، جبن مثلثات مقصوص، شوية جبن مالح إذا عندكم، جبن مرحي أي نوع متوفر عندكم، ورشة صغيرة ملح. وبعديك خلطت المكونات متاعي الكل. وتوا باش نضيف العظم أو البيض بالتدريج. حطيت من الأول 4 بيضات وخلطت. بعديك حسيت الخليط متاعي ناقص، زدتو كعبتين عظم أخرين، أو كتبعوا بشوية انتوما وكمية الخليط اللي عندكم. أنا استحقيت 6 بيضات في المجموع. خليت الطاجين أحضر ما شاء الله، صبيته في طبق فور مدهون بالزبدة وحطيت الطاجين يطيب في فور مسخن بالمسبق على 180 درجة، يشعل من الفوق واللوطة لمدة 45 إلى 50 دقيقة. انتوما وقوة الفور متاعكم، كيف يحمر ويتكبس وتدخل كوردون يطلع شايح معناها روتاب. طاجين نحضر ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الريحة البنينة والفاوحة، نودكم ومنشهيكم. خليته يرتاح شوية من بعد قصيته، ما شاء الله جاي عالي وبنين يعمل الكيف. إن شاء الله وصفتنا لليوم تكون عجبتكم وإن شاء الله تجربوها. خليوا لي رايكم ولا اقتراحاتكم في تعليق، وما قعد لي كان نقولكم شهية طيبة، ونتقابلوا بإذن الله في الوصفة القادمة من سلسلة وصفات رمضانية.